السلام عليكم يا الرابع، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا حبيت اقول لكم ان الحساب مال الواتساب رجع الحمد لله. طبعا المشكله خليني اقول لكم انا في هالفيديو شنو المشكله اللي صارت وشلون انباق. وبقول لكم ان اذا في كان احد كان يراقب حسابكم شلون تعرفون، وبقول لكم بعد في نفس الوقت ان شلون تحلون هالمشكله. هاي ثلاث اشياء. لكم شو المشكلة وشلون نبوق. المشكلة اللي صارت باختصار شديد ان واحد دخل او استخدم حساب واحد من ربعي وكلمني قال السلام عليكم هلا اخوي، وهالاسلوب نفس صديقي اللي قاعد يكلمني فيه. فانا كلمته قلت له هلا طبعا، وقام قال لي وصل لك مسج. هو في البداية كان ناوي ياخذ الرقم اللي طرشون لي مسج في الواتساب، فوصل لي مسجين يمكن وانا ما اعطيتهم اهتمام. فكلمني من رقم حساب رفيجي وقال لي انه وصل لك هالمسج. لا قلت له اي بس هاي اوريدي كنا هاكر بالفرنسي كاتب لي مره بالاسباني. قام قال لي سوى لي كابتشر من عنده طرش لي قال لي نفس ذي. كتبت له اي وانا كنت رايح اصلا من لوي وتداديه. قام قال لي طرش لي بشوف نفسه ولا لا. من لوي اللي صيدتني انا اصلا في الطريق وزحمه ورايح الحلاق وذي، فطرشت الكابتشر. والكابتشر ايش فيه؟ رقم السري. فصار الموضوع كاني انا سلمت له هذا الشيء. طبعا هو في لينك وفي اللي ذي، وطبعا الاسباني والفرنسي اذا كان لغه الواتساب اللي عندك بالانجليزي او بالفرنسي او الاسباني فالواتساب يطرشون لك باللغه اللي انت حاطها. فالحبيب طلع مغربي ويعرف فرنسي فيحطون هم تلفونهم بالفرنسي، فطرشوا لي انا الواتساب مسجي بالفرنسي. المهم فهو في لينك المسج اذا طقيته دايركت يفتح عنده ويصك عندك. فانا ما فتحت اللينك، فيوم طرشت له كابتشر خذ الارقام الموجوده فوق اللينك فدخلهم وفتح الحساب وسكر الحساب عندي. بقول لكم الحين شلون سالفه اللي صارت. يعني هذا الخطا عرفناه، ان اذا احد كلمكم وقال لكم طرشوا كابتشر او طرشوا اي شيء ما تطرشون له ولا شيء، حتى لو كان صديقكم قال لكم طرشوا مبلغ بفلوسه ولا اي شيء، كلموا صديقكم تليفون تاكدوا منه. النقطه الثانيه الحين ايش سويت؟ وركزوا في ذي الكلام لان الحين اللي بقول لكم لا تطيحون فيه مثل ما انا طحت فيه. كان اقدر احل الموضوع او هاي المشكله في ساعه واحده، لكن انا يعني من التدودي او من تعرف اذا واحد صاد الموضوع صار الموضوع بدون ساعه. بقول لكم الحين الواتساب الحين شنو هو فتح عنده، فانا الحين رحت طلبت رقم اس ام اس ثاني على اساس اني افتح الحساب عندي. الواتساب ايش قالوا؟ احنا ما نقدر نطرشك مسج، يعني في موجود في الصفحه نفسها في ميزه اللي هو الاس ام اس والكول. الاس ام اس قال لك بنطرش لك عقب يعني يمكن 11 مره كان مش كثر. الكولينج كان شنو؟ ساعه، واني ما اروح اشوفه كان باقي من هالساعه 28 دقيقه بس. سويت قلت لكم باقي الموضوع كم؟ 28 دقيقه. زين دخلت انا قالوا لي يبون رقمهم، فدخلت رقم المسجين او اللي وصلوني، فدخلت الرقم الاول قال لي غلط، دخلت الثاني قالوا لي غلط. زين هدي الموضوع، قالوا لك اثنينهم غلط. قلت لا ايش كثر الموضوع في شيء، خلني ارد. شكلي حطيت الرقم الاخير غلط، وارد واخذ الرقم وارد احطه مره ثانيه ويقولون لي غلط. زين انا كنت بنطر كم؟ 28 دقيقه اللي هي كانت الاساس ساعه، وتصير لي بدال هالساعه اللي هي 28 دقيقه 12 ساعه لازم انطر. تخيلوا. فالموضوع اللي ناطر 28 دقيقه كان بيطرشون لي اس ام اس ثاني برضه افتحه وكان الله غفور رحيمه. لكن انا البلاصه شو تسوي؟ المراد الرابع كلمت طرشت ايميل حق الواتساب خبرتهم عن الموضوع، عبالهم موضوع ان انا احد قاعد يراقبني او قاعد يهكر، ان وقت ان انا استخدم الواتساب وهم قاعدين يستخدمونه وياي. فرديت عليهم قلت لهم ان الموضوع ترى مو بان احد قاعد يراقبني، الموضوع ان حسابي بكبره مبيوق المراد. فانا كلمت الجوال الالكتروني مثل ما خبرتكم. اللي صار انه عقب 12 ساعه طرشت اللي هو 7 الصبح اليوم، طرشوا لي مسج. فالمسج دخلته وحطيته وين؟ في الواتساب. الواتساب طلبوا السكيورتي كود اللي انا كنت حاطه. السكيورتي كود الحبيب يوم خذ الواتساب غير السكيورتي كود. زين الحين السكيورتي كود عنده والواتساب راضي يفتح عندي. فصار ان انا حاط ايميل، انا شوي احط ايميل، فقالوا لي تبي نطرش على الايميل، فيوم طرشوا على الايميل طرشوا لي لينك، فاللينك يوم فتحته سوى اللينك حذف السكيورتي كود بكبره، فرد. فيوم رديت على الواتساب ففتح لي الواتساب مره ثانيه.
فاللي بوصل لكم طبعا بشرح لكم الموضوع اللي هو الهاكر. لكن الموضوع اللي بوصل لكم انه اذا مثلا صار لكم او ان حدث واتساب، صبروا على الوقت اللي يحطون لكم اياه الواتساب، لا تستعجلون حق ما تصير لكم مشكله اكبر. فالموضوع ينحل في ساعه، حتى لو واحد بقول لكم، فمو له داعي انه يصير هالشيء. فالموضوع اللي طحت فيه انا قاعد اقول لكم اياه حق ان الواحد يتعلم فيه ويعلم غيره. نقطه الهاكر هي شنو؟ موضوع بسيط، انه واحد في الاوبشن في الواتساب، انه اذا واحد فتح في الكمبيوتر، طبعا يصير الواتساب تفتح في الكمبيوتر او اي مكان، لكن يطلع لك الباركود اللي هو المربع الاسود. فمثلا انا فاتحه مثلا عندي في الدوام، اسوي سكان على الباركود فيفتح صفحه الواتساب نفس الصفحه اللي عندي، ويقدر يتكلم نفس اللي انا اقدر اتكلم فيه، يبين عنده يبين عندي. هاي اذا انا فاتحه. لكن في ناس مثلا ياخذون تليفونكم يفتحونه في مكان ثاني يسوون عليه سكان، فيفتح عندهم ويراقبوكم بالملي. الزبده اذا واحد يبي يعرف ان هل هو موجود ولا مو موجود، في السيتنج داخل اللي هو في الواتساب، خلينا نتاكد شنو هو بالضبط. طيب خيارات، وفي اللي هو وات. طبعا الواتساب ويب اذا تضغطون عليه بيطلع لكم مثلا انا شابك الكمبيوتر الحين هني بالضبط، فالواتساب هني الويب يطلع لك ان اذا كان في احد شابك معاك ولا مو مشابك. في حاله اذا احد شابك معاك الموضوع سهل، طقوا لوج اوت فروم اول ديفايس، بس خلاص من تسوون لوج اوت فروم اول ديفايس خلاص يطلع انه يصير لوج اوت كامل. واذا كان مو موجود معناته انه ما حد قاعد يراقب الواتساب مالكم. وبس هاي الموضوع، والسلام عليكم.